ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل على النبي. طبعا لما قمنا من النوم لقينا كلنا الجو هوا كتير وسقعة، فطبعا اول حاجة تيجي في خيالنا طالما انت مش حاطة في دماغك اكل معين، ولا مطلعة حاجة معينة تعملها، يجي في خيالك على طول العدس. على طول كده. انت تلاقي الجو برد، الجو هوا، اعملي عدس على طول. ما تسألهمش، انت لو سألتهم هيقولوا لك لا اساسا. غسلت شويه عدس كده، اعملي بقى، احط معاها كل الحاجات اللي انت بتحبيه. انا بحط بصله كبيره او بصلتين متوسطين، طماطمتين ثلاثه، بصلايه بتخلي القوام بتاعه حلو، وخصوصا لو انت بتشربيه شوربه بس من غير لسان عصفور او شعريه او الحاجه اللي انت بتحطها معاه. وكام جزرايه كده، كام فص توم. الحاجات دي يعني الحاجات اللي بتتحط مع العدس. عندك كرفس بتحب حطيه. عندك كوسه حطيها، خدي بالك هي مش طعمها ما بيبانش، بس بتدي قيمه غذائيه حلوه. يعني بتدي قيمه غذائيه كويسه. الجزر قاعد يتنطور منها، نقوله في الطبق التاني. بتدي قيمه غذائيه حلوه قوي، وانت ما انتش حاسه بطعمها. يعني لو العيال ما لهمش في طعم الكوسه قوي، حطها لهم بقى في الحاجات اللي ما بتبانش دي. انا حطيت عدس وبصل وكام فص توم كده، وطماطمتين تلاتة وجزرتين كده حجمهم متوسط، وبطاطساية عشان القوام. لو كان عندي كوسة كنت حطيتها. لو انت حاطة كوسة في الفريزر، بتنفع برضو في الأوقات دي. لو انت عندك كمية جزر كمية كوسة، اعملها في الفريزر، فرزها في الفريزر. بتنفع في الحاجات دي. لو انت عندك برضو كمية فلفل أخضر، خرطيها وحطها في الفريزر، هتطلعها مثلا لشاورما لما بتعملي شاورما. عايزة تطلعها أي حاجة هتحطها على النار لبيتزا، الحاجات من دي. انما مش هتطلعها مثلا الفلفل على سلطة. يعني لو انت عندك كمية فلفل خايفة يبوظ منك، خرطيه وحطه في الفريزر، بينفعك في الحاجات اللي زي دي. وانت بتعملي محشي، عايزه تحط عليه مثلا معلقتين ثلاثه فلفل اخضر كده. غليت بقى الميه وحطيت، تحط عليها شويه ملح بس، حطيت عليها شويه ملح بس. ما حطيتش كمون ولا حاجه عشان ما يغيرش طعمها في الاول كده. جبت بطاطستين كده، 3 بطاطسات كده للحجم ده. قطعهم كده يعني اي تقطيع، انا كده كده يعني هسلقها، بس مش هسلقهم في ميه كتير، يعني يا دوب هحط لها بس حبه ميه صغيره. بقول لك انا عملتها الحجم ده. هي زي ما قلت لك امبارح، البطاطس دي مش بتاخد وقت خالص في السوى، في السلق ولا في الطبيخ. بس في التحمير ما بتاخدش وقت برضو، بتتحمر بسرعة وبتلاقيها مش مستوية قوي وفيها تسكيرة كده، اللي هي ما بتعجبكيش في القلية. فانا قلت بقى نستغل البطاطس دي بقى احسن الاستغلال ده. حطيت بقى البطاطس كده، قطعتها، كنت انا غسلتها حلو. حطيت عليها شوية ملح، قد معلقتين 3 زيت بس كده. حط عليها شوية كمون وشوية كزبرة. يبقى انا حطيت البطاطس، قطعتها كده، قطعت تقطع اللي انت بتحبيها. انا حطيت لها شويه توم باودر وبصل باودر. مش عايزه تحطوهم عادي. قطع البطاطس التقطع اللي انت بتحبيه، حط عليها 3 4 معالق زيت بس. ما تحطش كتير. شويه ملح واي بهارات انت بتحبيه. البطاطس عموما بتحب الكمون، كزبره، شويه توم، شويه حاجه كده، الحاجات دي. فانا ما كنتش هحط لها توم فريش، فحطيت لها معلقه ومعلقه. ونزلت عليها بقى بكوبايه الميه دي، هقلبها بقى فيها كده واسيبها تستوي في الحبه دول بس. لما تستوي في الحبه دول، يبقى هي شاربه بقى التوابل والحاجه اللي انت حطاها. وتهرسيها، مش هتسيبها بس زي ما بقول لك كده. وانا كان العدس خلاص غلى برضو كده، وطيت عليه. قلت بقى اما اقطع لهم شويه عيش كده، احمصهم زي ما عرفتك كل مره. انا مش بحمص العيش في الطاسه. الاول كنت بحمره في الزيت، ما بقتش احمره في الزيت خالص. بقيت اقطع كده العيش كده، اجيب اقطعه باي عيش بقى انت بتحبيه، العيش دوت او العيش اللي هو البلد التاني. اي عيش يعني كله بينفع. قطعيه كده بالمقص او حطها على البلانش وقطعيه بالسكينه. هتحط عليه يا معلقه سمنه يا معلقتين زيت، معلقه سمنه او معلقتين زيت. وتحط بقى يعني نطره ملح صغيره، يعني حبه ملح صغيره. عايزه تحطي نص معلقه توم مفرومه عادي، مش عايزه تحطي عادي برضه. كده كده العيش يعني ليه طعم، بيبقى ليه طعم يعني حلو، فما تكتريش برضه في الملح اللي انت هتحطيه. عشان كده كده العيش بيبقى ليه يعني، بيبقى محطوط له ملح. حطيت بقى انا الحبه دول بحط عليهم مفيش معلقتين او 3 زيت، يعني مش اكتر من كده. حطيت عليهم حبه ملح صغيرين قوي بس كده، او حبه كمون صغيرين. هقلبهم كده وادخلها الفرن. بس خد بالك هو اللهم صل على النبي، بيتحمر بسرعه. بيتحمر معاكي بسرعه، فانت ما تسيبوش عشان ما يتحرقش منك. قلت بقى عبال ما يتحمر، انا كنت خلاص البطاطس دي كانت على النار ورا، خلاص دخلت يعتبر في سوا، استوت. قلت احمر شويه لسان العصفور كده للعدس. لو انت عايزه بتحمر الشعريه عادي، كل حد بيحب الحاجه اللي متعود عليها، لسان عصفور، شعريه، اي حاجه. طلعت انا هنا البطاطس معلقتين زبده كده من الفريزر، حتى هما لسه جامدين على الوش، وحطيت لها معلقه سمنه. مكعبين 2 زبده، وحطيت لها معلقه سمنه كده صغيره. تدوب بقى معاها كده، خلاص البطاطس استوت. حاولي تهرسيها وهي لسه سخنه. لما بتهرسيها وهي لسه سخنه، بتبقى طريه جدا، ما بتاخدش معاكي وقت. بس
ما تعملهاش باي مكنه كهربائيه، يعني ما تحطهاش في الكبه ولا بالهاند بلندر ولا حاجه، تعمل معاك عرق كده وتمط معاك، مش تبقى حلوه هي وهي سخنه كده. انا ما حطيتلهاش حاجه على فكره، ولا زودت لها سمنه بتاع ده ميه ولا اي حاجه تاني. انا حطيت لها في الاخر معلقتين اتنين ميه تلم، بس لو كانت حاجه رزقت في الجناب او حاجه، مش اكتر من كده. يعني هي نفس كوبايه الميه اللي احنا حطيناها وشربت بقى كل حاجه، بس حطيت عليها المكعبين الزبده دي وهي سخنه تسيح بقى خلاص. فعلا كنت قفلت النار عليها خلاص، وحطيت عليها معلقه سمنه صغيره واقلبها فيه. هنا خلاص حمرت شويه لسان العصفور، حطيت لهم شويه ميه، حطيت له شويه ملح، حطيت له شويه فلفل، واسيبه بقى غطى عليه بقى واسيبه بقى يستوي شويه. انا بسيبه يستوي شويه ليه؟ لما بتحطيه في العدس وهو مستوي كده او حتى نص سلقه، ما بينزلش في ارضيه الحله. يعني بتيجي تقلبي بتلاقي العدس كله طالع فوق وتحت، مش في ارضيه الحله بس. البطاطس بقى كده كنت بقى عماله اهرس فيها، طلعت لها شويه خضره من اللي احنا كنا حاطينها مع بعض في الفريزر دي، من الفريزر عادي كده على طول، احنا بنحبها بالخضار شويه. وحطيت عليها فصين توم كده هرستهم، هرست فصين توم وحطيتهم عليه. يبقى انا هرست البطاطس دي بشويه اللي انا كنت حاطه لها ملح وكمون في الاول وكزبره زي ما انت شفتي معايا. حطيت لها فصين توم ومعلقه زبده، وحطيت لها شويه الخضره دول. هزود لها كمان شويه خضره، احنا بنحبها بالخضره شويه. الخضره يعني يستحسن تبقى الاكتريه شبت، هي بتحب الشبت شويه، يعني البطاطس بتحب يبقى الخضار بتاعها شبت شويه. بس كده سيبها بقى اركنها كده، لما تيجي ساعه الاكل دفيها بقى شويه كده، سخنيها وغرفها في الاطباق. كان العدس بقى كده خلاص كنت ضربته في الخلاط، وحطيت معلقه سمنه في الحله ونزلت عليها بالعدس كده. نقلت شويه في الاخر في ورا كده، بنحب شويه يبقوا شوربه بس كده، ما فيهمش حاجه، يعني الحبه اللي ورا دول شوربه بس، مش هحط فيهم حاجه. حطيت شويه لسان العصفور اللي احنا حمرناهم هنا. بصوا لونه بيبقى فاتح، بقول لك لونه بيبقى فاتح عشان انت ما تبقيش حاطه الكمون في الميه اللي بتغلي. خدي بالك لما بتحط الكمون او اي توابل في الميه اللي انت بتغليها، اللي هي بتاعه العدس الاولانيه، بتغمق اللون معاكي جدا. فانت بقى حط بقى الحاجات دلوقتي، يعني انا بس خلاص دقته حسيت ان هو ناقص ملح، لان احنا كنا حاطين شويه صغيرين. حطيت له شويه ملح، حطيت له شويه كمون، ونطره فلفل صغيره قوي. بس هنا بقى مش هتغمقي بقى معاكي، لما تبقى حطاها في الميه بتاعه السلق بتقعد تغلي بيها، تغلي كتير، فبتبقى لونها غامق معاكي شويه. هنا بقى مش هتغمقي ولا اي حاجه ولا هتاثر فيها، لان انت بس مجرد ما بتقلبيها مش هتغلي ولا حاجه في الميه. انت الحاجه بقى خلاص بتسخن معاكي، انت مسويه لسان العصفور او الشعريه، بتبقى محتاجه خلاص بس الحاجه تسخن معاكي خلاص، مش لازم بقى تغلي او كده. هيبدا يبقى حاجه بسيطه كده تشيليه. كنت طلعت بقى العيش بقى مقرمش وتحفه، ما فيهوش واحده مش متحمره طبعا، ما فيهوش زيت، ما فيهوش اي حاجه، انت حاطه على الكميه دي كلها 3 او 4 معالق زيت زي ما انت شفت بالظبط، او معلقه سمنه واحده لو انت عايز تحط معلقه سمنه واحده. حطيتهم كده في الاطباق عشان احط عليهم يعني عدس، اللي هي الفته بتاعه العدس دي. عايز تاكلي عدس بس عادي. بس كده بحط عليهم بقى انا كده العدس كده زي ما انت شفتي، بالشعريه او باللسان العصفور. غرفت لهم طبقين من ده، غرفت طبقين من اللي هو الشوربه، طبقين من البطاطس اللي احنا عاملينها سلطه البطاطس، عملت لهم طماطم وخيار. الحاجات دي الحاجات ديت بتاكل. خد بالك فتة العدس دي بتأكل كمان عن الشوربة، يعني حلوة للعيال اللي هم مش عايزين يقعدوا يغمسوا بقى عدس وحاجات من دي والكلام من ده، ياكلوه بالمعلقة كده، يبقى انت ضامنة خلاص هو فيه الرز اللي انت العيش اللي انت محمراه لهم، شوربة العدس، لسان العصفور. الحاجات دي حلوة، البطاطس دي جميلة. لو